شحال من واحد الا دار شي حاجه ضرب عليها تماره تيقول لك ما درتها حتى غفر لي الله الذنوب. او لا شاف شي واحد وصل لواحد الحاجه من بعد ما دار واحد المجهود كيقول لك ما وصل ليها حتى غفر لي الله الذنوب. وهذه عباره خاطئه، لان من العقيده ديال المسلم بان راه حتى شي واحد ما ضامن على راسو بانه واش غفر لي الله ولا لا. وكذلك ما يمكنش تحكم على شي واحد واخا يدير اي طاعه او اي عباده اللي كترضي الله سبحانه وتعالى، ما يمكنش تجزم بان الله راه غادي يغفر لي الله الذنوب على ذاك العمل، لان هذه الامور من المغيبات، من الامور اللي الله سبحانه وتعالى غيبها علينا وما يمكنش نطالعوا عليها. علاش؟ باش المؤمن يبقى دائما يعبد الله سبحانه وتعالى بالخوف والرجاء، كما قال تعالى في سورة السجدة في وصف المؤمنين: يدعون ربهم خوفا وطمعا. فالمؤمن خايف ليأخذ الله سبحانه وتعالى على المعصية وعلى الذنب، وفي نفس الوقت طامع في رحمة الله سبحانه وتعالى. واما انك تقول انا راه غفر لي الله الذنوب على شي حاجه درتيها، والمشكل كتقولها في شي حاجه يعني لا علاقه لها بالدين، اي شي حاجه ديال الدنيا، ضربتي عليها تماره، هزيتي شي تقل ولا درتي شي مهمه عياتك وسخسخاتك، كتقول عليها راه ما كملتها حتى غفر لي الله فيها الذنوب. وهذا نوع من الغرور والعياذ بالله. واخا يعني كثير من الناس ما كيتقصدوش المعنى الحقيقي ديالها، يعني سمعوا الناس كيقولوها وبدا تيقولها حتى هو بلا ما يتامل في العباره اللي فيها وبلا ما يستشعر المعنى الفاسد اللي فيها. تيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ان الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره. يعني الله سبحانه وتعالى ملي غادي يحاسبك كيقربك لعنده ويذكرك بداك الشيء اللي كنت كدير في الدنيا في الستر بينك وبينه، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك. يعني ملي كيذكروا على ديك السيئات والذنوب اللي كان كيديرها في الدنيا كيعترف بها العبد وكيقر بها وكيقول: ودي اسيدي ربي راني درت داك الشيء وما اعترف به. وهنا كيشوف هذاك العبد بان راه صافي، راه غادي يمشي يتعاقب على داك الشيء، وغادي يحس من نفسه بان راه صافي المصير ديالو الهلاك. قال ان الله سبحانه وتعالى غيقول ليه: سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم. فمن كرم الله سبحانه وتعالى انه غادي يسمح ليه ويتجاوز عليه وغادي يقول ليه: راني كنت سترتك في الدنيا واليوم غادي نغفر لك، فيعطى كتاب حسناته. وطبعا هنا من غادي يشوف الكتاب اللي فيه غير الحسنات غادي يفرح وغادي يقول كما قال الله سبحانه في سورة الحاقة: ها اقرأوا كتابيه اني ظننت اني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية. ثم تقول الرسول صلى الله عليه وسلم في تتمة الحديث: وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين.